ازاي تعرف ان في شخص معين بيفكر فيك او بيعمل لك تخاطر؟ في 3 عوامل مهمين لازم يكونوا مع بعض علشان تقدر تعرف ده بدقة وبوضوح. العامل الاول وهو التفكير المستمر تجاه الشخص ده. بس طبعا ده مش لوحده، لان انت ممكن تكون بتفكر تفكير مستمر وده عبارة عن عادة سلوكية جوه عقلك، يعني مش مقياس يخليك تعرف ان هو بيفكر فيك ولا لا، انت بتفكر لوحدك. لازم بقى يكون مع التفكير المستمر العامل التاني الا وهو المشاعر المفاجئة. انك تبقى قاعد في امان الله وتلاقي مشاعر فجأة غير معتادة اجتاحتك تجاه الشخص ده. وطبعا المشاعر دي لازم تجيلك بشكل مفاجئ، مش عن طريق مصدر خارجي زي مثلا انك تسمع اغنية فتفتكره فتجيلك افكار فالافكار دي توري لك مشاعر، لا، تبقى دي مشاعر مصطنعة نابعة من مصدر خارجي. ولكن تكون المشاعر دي فجائية. والعامل الثالث وهو تكرار الاسم بتاعه كتير. بعض الاشارات اللي انت بس بتفهمها، اللي بتلاقيها مدلول غريب، اللي هو ايه اللي بيحصل، انا مش فاهم حاجه. بعض علماء النفس بيفسروا الموضوع ده ان هو الطاقه بتاعتك انسجمت مع الطاقه بتاعته، فعملت لكم جذب انتوا الاثنين لبعض الاشارات اللي ليها علاقه ومدلول لعلاقتكم انتوا الاثنين مع بعض. فباختصار بيفكر فيك لو انت بتفكر فيه بشكل مستمر غير كل مرة، ولو جات لك مشاعر مفاجأة اعتيادية ملهاش علاقة بأي مصدر خارجي، ولو ظهرت لك إشارات ليها علاقة بتكرار اسمه وليها علاقة بأشياء تخصك انت وهو. اكتب لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انت شايف بتنطبق عليك دلوقتي، واللايك الجميل بتاعك، واستنى الفيديوهات الجاية.